النهاردة هنتكلم عن مكان بقاله حوالي 1000 سنة، شاف فيه تتويج ملوك وشاف كمان سجن مظلم وساحة إعدام مفيش أصعب منها. احنا النهاردة هنتكلم عن قلعة برج لندن التاريخية، المكان اللي كل حجر فيه بيحكي عن خيانة وتعذيب وموت مأساوي، لدرجة إن مشاهير التاريخ اللي اتقتلوا فيه يتقال إنهم لسه لحد دلوقتي أرواحهم بتطارد القلعة. جهزوا نفسكم عشان هنغوص في أكتر قصص الأشباح رعب في بريطانيا. هل برج لندن مسكون بجد؟ وهل ممكن نشوف شبح آن بولين وهي بتتمشى من غير راس؟ يلا بينا نكتشف وحوش التاريخ اللي لسه بتطارد القصر الملكي. نبدأ بأول شبح وأشهرهم، كانت ملكة بجمالها وغضبها وهي آن بولين، زوجة الملك هنري الثامن، وكانت زوجته التانية اللي اتحولت في ليلة وضحاها من ملكة متوجة لسجينة في نفس المكان. آن بولين اتسجنت واتحكم عليها بالإعدام سنة 1536 بتهمة خيانة الملك والتآمر على قتله. تهم كتير من المؤرخين بيقولوا إنها كانت ملفقة عشان الملك يتجوز واحدة غيرها. الإعدام بتاعها ما تمش في العلن، لكن تم في ساحة صغيرة جوه القلعة اسمها تاور جرين، وحتى دفنها ما تمش في قبر ملكي لائق، لا دول ألقوا بجسدها في قبر عادي وغير مميز في الكنيسة الملكية اللي تابعة للبرج. شبح آن بولين هو الأبرز والأكثر رؤية في القصر، وفي حكايات كتير عن إن الحراس والزوار وشافوا الشبح بتاعها بيتمشى في الكنيسة الملكية اللي اندفنت فيها، وبيتكرر ظهورها بشكل سيدة رقيقة لابسة فستان من العصر التيودوري، ولكن بتمشي من غير راس، أو أحيانا بيشوفوها شايلة راسها على إيديها وبتبقى ماشية قدام موكب ملكي كامل من الفرسان. القصص عن شبح آن بولين ما كانتش مجرد أساطير قديمة، لأ دي كانت شهادات موثقة من جنود وحراس عاشوا واشتغلوا جوه البرج، ومنها قصص بتعود لقرون فاتت. والقصة اللي هحكيها دي واحدة من أشهر القصص الموثقة لظهور شبح آن بولين، وحصلت في سنة 1864. كان في جندي مكلف بالحراسة في البرج، شاف الجندي فجأة سيف أبيض أنثوي في ساحة الأعدام، وفي نفس الساحة اللي عدموا فيها آن بولين الجندي افتكر إنها واحدة دخلت للساحة من وراهم، فجرى ناحيتها وحاول طعنها، لكن السلاح اخترق الطيف وكأنه اخترق الهواء. الجندي جاتله صدمة وفقد وعيه فورا، وكانوا هيقدموه للمحاكمة العسكرية بتهمة النوم أثناء الخدمة، لكن شهادة زملائه الحراس أكدوا إنهم شافوا الشبح قبل كده، وده اللي أنقذه من المحاكمة. والقصة التانية الموثقة اللي بتأكد ظهور شبح آن بولين إن في مرة جوه الكنيسة الملكية اللي اتدفنت فيها آن بولين، واحد من قادة الحراس في البرج قال إنه شاف ضوء غريب هادي ومتقطع جاي من جوه الكنيسة واحدة من الليالي. القائد تسلق السلم لواحد من الشبابيك الزجاجية عشان يشوف بيحصل إيه جوه. قائد الحرس شاف جوه الكنيسة موكب مهيب من الحراس والسيدات والفرسان، كلهم كانوا لابسين أزياء تعود للقرن ال16، وكانت في نص الموكب سيدة لابسة ملابس رقيقة لكن كانت من غير راس وشايلة على إيدها راسها. الحارس عرف من شكلها إنها آن بولين، بس بعد دقايق بدأ الموكب والأضواء يتلاشوا تدريجيا لحد ما اختفوا تماما في الهواء. استمر ظهور شبح آن بولين لأكتر من 450 سنة وفي مواقع مختلفة جوه البرج، خلاها الأيقونة الأبرز للقصص المسكونة بتاريخ بريطانيا، وهي قصة بتربط الماضي القاسي للبرج بالحاضر. القصة الجاية يمكن تكون الأكثر مأساوية في البرج كله، حكاية
جريمة مكتملة الأركان، أبطالها طفلين. إحنا بنتكلم عن الأميرين الصغيرين إدوارد وريتشارد. دول مش مجرد أشباح، دول دليل حي على خيانة العيلة والطمع في السلطة. اختفوا فجأة من القصر الملكي ومحدش شافهم بعدها غير كأرواح. صحصحوا كده بقى معايا عشان هنسمع لغز تاريخي عمره أكتر من 5 قرون. قصة جريمة متحلتش ولكن أشباح ضحاياها لسه بتحكيها. الموضوع بدأ سنة 1483 بعد ما مات الملك إدوارد الرابع فجأة. ساب وراه ابنه الكبير إدوارد الخامس، واللي كان مجرد طفل عنده 12 سنة والوريث الشرعي للعرش، وأخوه الصغير ريتشارد دوق يورك كان عنده 9 سنين. بعد ما مات الملك اللي بقى وصي على العرش وحاكم مؤقت هو عمهم، وكان اسمه ريتشارد دوق جلوستر. الراجل ده كان ذكي ومخيف، وقبل كل ده طماع. أول خطوة عملها العم كانت إنه ياخد الملك الصغير إدوارد ويحطه في برج لندن بحجة حمايته وتجهيزه للتتويج. عدى كام يوم وبعدها عمهم طلب من أم الملك الصغير إنها تسلم أخوه الأصغر ريتشارد عشان يكون مع أخوه الكبير في القصر الملكي. الأم ما كانتش مطمنة لكنها سلمت ابنها التاني، ومن اللحظة دي بدأ العزل. الأميرين اتحبسوا وبدأوا ينفصلوا عن أي حد من العيلة أو من الحاشية اللي بتثق فيهم، ومن بعدها اللعبة اتغيرت. العم ريتشارد ما كانش بيحميهم، لأ، ده كان بيجهز لانقلاب كبير. في شهر يوليو من نفس السنة أعلن العم إن جوازة أخوه الملك الراحل كان باطل، وده معناه إن الأميرين الصغيرين دول بقوا فجأة ولاد غير شرعيين، وبالتالي ملهمش حق في العرش. بعد الإعلان ده مباشرة ريتشارد توج نفسه ملك باسم ريتشارد الثالث. طب وبالنسبة للأميرين اختفوا، محدش شافهم تاني أبدا بعد 1483. المؤرخين تقريبا كلهم متفقين إن العم ريتشارد الثالث هو اللي أمر بالتخلص منهم، وغالبا تم التخلص منهم عن طريق إنهاء الحياة بالوسائد وهم نايمين عشان يضمن إن العرش بقى ملكه وملك لأولاده. واللغز ده فضل 190 سنة محدش عارف له حل لحد سنة 1674 الملك تشارلز الثاني يعمل تجديدات في البرج الأبيض. وأثناء هدم أحد السلالم الحجرية القديمة العمال لقوا عظام لطفلين صغيرين، عظم مدفون في حتة ما كانش المفروض يدفن حد فيها. العظام دي كانت دليل قوي إنها رفات الأمراء. الملك ساعتها أمر بنقل العظام ودفنها باحترام ملكي في كنيسة ويستمنستر. طيب وفين الرعب اللي في القصة دي؟ أنا هقول لكم. بعد الدفن الأرواح برضو ملقتش راحة، لأن الأشباح دي هي اللي بتأكد الجريمة. حراس البرج اللي بيعيشوا فيه مع أسرهم يحكوا قصص عن رؤية شبحين لطفلين صغيرين لابسين ملابس النوم وماسكين في إيدين بعض في صمت، بيظهروا في البرج الأبيض والبرج الدموي، لدرجة إن أطفال الحراس نفسهم بيشتكوا إن في ولاد صغيرين بيحركوا لعبهم بالليل. وبيتقال إنهم بيرجعوا لنقطة الاكتشاف كل يوم اللي كانت عند السلالم الحجرية اللي لقوا فيها الرفات بتاعتهم، وكأنهم لسه بيسألوا مين اللي قتلنا وليه. ودي واحدة من أكتر قصص الحزن والخيانة اللي خلت برج لندن فعلا مكان مسكون للأبد. مأساة الأميرين بتورينا إن الطمع في السلطة ممكن يوصل لحد إنهم يخلصوا على أطفال أبرياء، لكن أرواحهم فضلت عايشة عشان تفضل تصرخ في وش التاريخ بالعدل. برج لندن مش بيحتوي بس على الأرواح المشهورة، لكن في مجموعة أشباح تانية بتخلي المكان ده مصدر مهم للباحثين عن الظواهر الخارقة للطبيعة. عندك مثلا شبح الملك هنري السادس اللي اغتالوه وهو بيصلي في برج ويكفيلد سنة 1471. بيتقال إن شبحه بيظهر كل سنة في نفس التوقيت اغتياله
عند آخر دقة في الساعة في منتصف الليل. كمان في شبح غامض اسمه السيدة البيضاء. الست دي مجهولة الهوية، بتطارد البرج الأبيض، والزوار اللي بيشوفوها بيوصفوا إنهم فجأة بيشموا ريحة عطر قديم وقوي جدا، وبيحسوا إن في حد بيطبطب على كتفهم، أو بيحسوا فجأة برعشة برد في عز الصيف. طيب تحبوا تعرفوا أقرب شبح اتشاف في القلعة؟ أقرب شبح اتشاف في القلعة هو شبح لدب. البرج كان فيه حديقة حيوانات ملكية زمان، وفي سنة 1816 كان في حارس واقف في برج مارتن، وفجأة شاف شبح دب أسود ضخم جاي عليه بسرعة. حاول يطعنه بالسلاح، لكن السلاح اخترقه كأنه هوا. الحارس من الخوف فقد وعيه ومات بعدها بيومين. وبعيدا عن الأشباح، في كائنات حية بتضيف للغموض ده، وهي غربان برج لندن. في أسطورة بتقول إن لو الغربان الستة اللي بتعيش في البرج سابوه أو طاروا منه، البرج كله هيقع، مملكة بريطانيا كلها هتنهار. عشان كده لازم يكون في على الأقل 6 غربان موجودة طول الوقت، ومعاهم غراب احتياطي. الغريب إن في شخص وظيفته مسؤول طول الوقت عن رعاية الغربان دي وتغذيتهم، عشان يضمن إنهم ما يسيبوش البرج، والوظيفة دي اسمها حارس الغربان. وفي النهاية كل الحكايات دي بتثبت إن برج لندن مش مجرد مبنى تاريخي، هو متحف حي لقصص الموت والظلم والخيانة. الأماكن اللي شهدت مآسي بالشكل ده الأكيد إنها بتفضل محتفظة بطاقة غريبة بتخطف الأنفاس، وبتخليك تحس بوجود الماضي حتى لو كنت بتشوفه بعينك بس. طب انتم رأيكم ايه؟ بتصدقوا في الأشباح ولا شايفين إن دي مجرد حكايات سياحية عملها الإنجليز عشان يجذبوا الناس؟ ولو كنت مكان حارس البرج وشفت شبح آن بولين هتعمل ايه؟ سيبولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة عشان ما يفوتكش الحكايات التاريخية المرعبة الجاية، وتفعلوا الجرس عشان تبقوا أول ناس تشوف الفيديوهات. أشوفكم الفيديو الجاي.